فهو كافر أوجب الإسلام قتله، وفي هذه الحالة لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. الحمد لله قاهر الجبابرة بالعز والقهر. الحمد لله حمد المتواضعين المعترفين بعظمة الله، حمدا بعدد قطر الماء في البحر والنهر. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى. سبحانه لا يغيب عن بصره دبيب النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وابتعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى، وأتى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون ومرعوى، وأيد عيسى بمعجزات تبهر الورى، ونجى الخليل من النار فكان حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى، وابتلاه بذبح الولد فأدهش بصبره الورى. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وحفظ الحبيب محمدا بخيوط العنكبوت فاعتبروا بما جرى. فصلاة وسلاما على المبعوث في أم القرى، وعلى أبي بكر الجليس في الغار بلا مرى، وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى، وعلى علي بحر العلوم وأسد الثرى، وعلى عثمان ذي النورين ما كان حديثا يفترى، وعلى جميع الآل والصحب الذين انتشر علمهم بين الورى. وأشهد أن لا إله إلا الله، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه، هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء إله. خاب من أشرك به، سعد من عاش بقلبه ولسانه يوحد الله. ونصلي ونسلم على الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، حديثي معكم بحول الله ومدده وقوته مع ركن من أركان الإسلام. حديثي معكم بحول الله مع الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. الصلاة أيها الإخوة الأحباب التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، ولا يقبل لك أي عمل طالما لم تقبل صلاتك. ومن ضيع الصلاة فإنه لما سواها أضيع. وحالنا أيها الإخوة الأحباب مع الصلاة حال يدمي القلب ويبكي العين، حال مؤسف ومحزن. فنحن تركنا الصلاة وانشغلنا بالدنيا. الله تبارك وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينادي منادي الله تبارك وتعالى للصلاة كل يوم:
فلا يجيبه إلا القليل، والبقية في سبات عميق، وبالأخص صلاة الفجر. ثم تناديهم الدنيا بعد ساعة فيقومون على أكمل وجه وأتم استعداد طلبا للدنيا وشهواتها، وتمتلئ الشوارع والطرقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من بيننا أناس لا يدخلون المسجد إلا في صلاة الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة، وهناك أناس لا يدخلون المسجد إلا في رمضان، وهناك أناس لا يدخلون المسجد إلا عندما ينتهي من عمله يصل سن المعاش، وهناك أناس لا يدخلون المسجد إلا إذا أصابه كرب أو ضيق أو مرض، وهناك أناس لا يدخلون المسجد إلا محمولين على الأعناق. انظروا أيها الإخوة الأحباب إلى عقوبة تارك الصلاة، فتارك الصلاة يعذب مرتين، مرة في قبره ومرة يوم القيامة. عقوبة تارك الصلاة في القبر. تقول الصحابة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته أقبل علينا بوجهه ثم يسألنا: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فإن كان قد رأى أحدا رؤيا قصها فيقول: ما شاء الله. تقول الصحابة: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم معنا ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه وسألنا: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ قلنا: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد رأيت جبريل وميكائيل عليهما السلام أخذاني وذهبا بي إلى الأرض المقدسة، اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الملاعين. أخذاني وذهبا بي إلى الأرض المقدسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت رجلا في قبره متكئا على ظهره، وفي القبر ملكان، ملك يقف عند رأس هذا الميت ويمسك في يده حجرا كبيرا ثم يهوي به على رأس هذا الميت حتى تتفتت عظامه، ويعيد الله تبارك وتعالى لهذا الميت عظامه مرة أخرى، ويمسك الملك بالحجر مرة أخرى ويهوي به على رأس هذا الميت حتى تتفتت عظامه، ويعيد الله تبارك وتعالى لهذا الميت عظامه مرة أخرى، ويمسك الملك بالحجر مرة أخرى ويهوي به على رأس هذا الميت حتى تتفتت عظامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي يا جبريل، لمن هذا العذاب؟ فكانت الإجابة من سيدنا جبريل عليه السلام كالصاعقة على قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا جبريل: لرجل من أمتك يا محمد ينام عن الصلاة المكتوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يظل في هذا العذاب إلى أن تقوم الساعة. هذا عذاب تارك الصلاة في القبر، هذا في البداية. أما حال الناس يوم القيامة مع الصلاة ينقسم إلى 4 أقسام. حال الناس يوم القيامة مع الصلاة ينقسم إلى 4 أقسام. الفريق الأول فريق أضاع وترك الصلاة بالكلية، فريق تارك للصلاة والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى عن هذا الفريق في سورة المدثر: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر،
لا تبقي ولا تذر، تأخذهم وتفنيهم. لواحة للبشر، عليها 19 من الزبانية وخزنة جهنم. عندما يوضع الإنسان في سقر يذوب لحمه وعظمه. هذا لمن ترك الصلاة بالكلية. وعندما يسألون يوم القيامة عن هذا، ما سلككم في سقر؟ تكون الإجابة الأولى: قالوا لم نك من المصلين. هذا هو الفريق الأول، فريق تارك للصلاة بالكلية. والفريق الثاني فريق أضاع الصلاة. قال الله تبارك وتعالى عن هذا الفريق في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي هو واد في جهنم، أعاذنا الله تبارك وتعالى منها. واد في جهنم إذا فتح يوم القيامة استعاذت منه جهنم. سلم يا رب سلم. قال العلماء عن هذا، عن الغي، وهو واد في جهنم بعيد قعره، شديد حره، خبيث طعمه. إذا فتح يوم القيامة استعاذت منه جهنم. لمن أضاع الصلاة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات والملذات والمسلسلات وماتشات الكورة. قبل أيام رأينا عجب العجاب في أمة الإسلام والمسلمين، يقومون قبل أذان الفجر بدقائق لمشاهدة مباراة كرة قدم، وعندما أذن المؤذن لصلاة الفجر للأسف قام القليل وبقي الكثير. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا هو الفريق الثاني. والفريق الثالث أيها الإخوة الأحباب فريق ساه عن الصلاة. قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل هو واد في جهنم لمن سهى عن الصلاة، يصلي لكنه يصلي في وقت غير وقت الصلاة، كما نسمع في زماننا: ألحق أخطف الظهر، ألحق أخطف المغرب، يصلي العصر قبل آذان المغرب بدقائق. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذه 3 أودية في جهنم ل3 أصناف من البشر: سقر وغي وويل، لمن ترك الصلاة بالكلية، ومن أضاع الصلاة، ومن سهى عن أداء الصلاة. والفريق الرابع أيها الإخوة الأحباب فريق أقام الصلاة وحافظ عليها وأداها في وقتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هذا الفريق. هذا الفريق أعد الله تبارك وتعالى له جنات عرضها السماوات والأرض، ومساكن طيبة في جنات عدن خالدين فيها، لهم فيها ما يشاءون وما يشتهون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحافظ على أداء الصلاة حتى الممات. قولوا آمين. فيا من تركت الصلاة، ويا من ضيعت الصلاة، ويا من سهيت عن أداء الصلاة، ليس أمامك إلا الصلاة. إنها وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لنا قبل الممات: الصلاة صلاة وما ملكت أيمانكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد، ماذا يفعل الإنسان
الذي يريد أن يحافظ على الصلاة، وماذا يفعل في صلاته الفائتة؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ولا يضيع أي فرض بعد ذلك. والقول الثاني وهو قول جمهور العلماء وهو الأرجح والأصح أن يعوض ما فاتته من صلاة. بمعنى إنسان ظل عاما كاملا لم يركع لله ركعة واحدة، أراد أن يتوب، ماذا يفعل في صلاته الفائتة؟ أولا يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويحافظ على أداء الصلاة في جماعة، ثم يعوض ما فاتته من صلاة. كلما صلى مع الإمام صلاة قام وصلى مثلها حتى يعوض تقصيره في الصلاة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام شديد الحرص على أداء الصلاة في وقتها، فلما كانت غزوة الأحزاب حاصر المشركون المدينة، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أداء صلاة العصر في وقتها، فحزن حزنا شديدا حتى دعا عليهم وقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. ثم صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بين العشاءين، بين المغرب والعشاء. فإن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ملائكتي انظروا لعبدي وانظروا إلى صلاة عبدي أتمها أم نقصها، إن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: يا ملائكتي انظروا لعبدي هل له من تطوع، فإن كان له من تطوع قال الله تبارك وتعالى لملائكته: يا ملائكتي أتموا لعبدي صلاته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاك. أما بعد ذلك ما حكم تارك الصلاة؟ يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، واستمعوا جيدا إلى هذا الحكم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: لا خلاف بين علماء المسلمين على أن من ترك الصلاة ترك جحود وإنكار فقد كفر كفرا يخرج من ملة الإسلام. من ترك الصلاة ترك جحود وإنكار فقد كفر كفرا يخرج من ملة الإسلام. ترك جحود وإنكار ينكر فرضية الصلاة، يقول ليس هناك شيء اسمه صلاة وليس هناك فرائض. ثم أتبع الإمام الشوكاني قائلا: ما حكم من ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده بوجوبها؟ المشكلة الأساسية عنده أنه متكاسل، وللأسف الشديد هذا هو حال كثير منا، الكسل. اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول: من ترك الصلاة تكاسلا أجمع العلماء على أنه فاسقا ولا بد له من توبة، وإلا قتل بعد 3 أيام حدا بالسيف، وفي هذه الحالة يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين. هذا هو الرأي الأول. والرأي الثاني وهو رأي جمهور العلماء وهو الأرجح والأصح: من ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده بوجوبها فهو كافر أوجب الإسلام قتله، وفي هذه الحالة لا يغسل
ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. والدليل على قتله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والدليل على كفره قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. فيا من تركت الصلاة ويا من سهيت عن أداء الصلاة، لا تضع نفسك بين خلاف علماء المسلمين، بين أن تكون كافرا وبين أن تكون فاسقا. وفي الختام، من الذي أوجب الإسلام عليه ترك الصلاة؟ إنسان أوجب الإسلام عليه ترك الصلاة إذا توافر فيه إحدى هذه الشروط: أولا ذهاب العقل، ثانيا وثالثا إما أن يكون حائضا وإما أن يكون نفساء. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم اغفر ذنوبنا وتولى